بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأعلى، خلق فسوى وقدر فهدى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يعلم السر وأخفى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المجتبى ونبيه المصطفى، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ما بعد، فيا معاشر المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله إليكم على ما من به من نعمة اللقاء في هذا المكان، في بقعة يحبها الله، وأحب البقاع إلى الله المساجد، ونحن في مسجد هو في أحب أرض إلى الله في مكة المكرمة، ونشتغل في هذه البقعة التي يحبها بكلام يحبه الله، وأحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ونلتقي مع أحبة في الله، نرجو الله أن يجمعنا بهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فاجتمع لنا في المحبة ثلاثة: مكان يحبه الله، وكلام يحبه الله، وأحبة اجتمعوا على محبة الله في مرضاة الله وفي طاعة الله. فحقيق وجدير بنا أن نطمع في مغفرة من الله ونوال فيما نحبه من الله، والله واسع عليم. أحبابي، حديثنا اليوم في هذه الآية التي تلا إمامنا خواتيم السورة التي وردت فيها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقبل أن ندلف إلى موضوعنا، فإننا وبكل ألم نتكلم عن الرحمة في زمن نجد ألوان القسوة بين بعض المسلمين تجاه بعضهم. نتكلم عن الرحمة ونحن نتحدث ونسمع ونبصر ونشاهد ونتابع عجبا لو قرأناه في الكتب لربما قلنا هذه أكاذيب مختلقة أو أسانيد منقطعة، لكننا بثنا نرى هذه العجائب رأي العين، وما يوم حليمة بسر، وليس الخبر كالمعاينة، ولا ينبئك مثل خبير. نتحدث عن الرحمة، وقد رأينا في مجتمعاتنا من ينتسب إلى ديننا ويتكلم بلغتنا يدخل على أبنائنا في مسجد من بيوت الله، ثم يكبر ويفجر وينتحر ويتقرب إلى الله بأعظم جرم حرمه الله بعد الشرك بالله. نتكلم عن الرحمة ونحن نرى عجبا عجابا من بعض أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، ينتسبون إلى ديننا، يتجاوزون من يلعنون الصحابة ويشتمون أبا بكر وعمر ويقذفون حفصة وعائشة، يتجاوزون الحدود ثم يدخلون بلادنا جنوبا وشمالا فيطلق النار ليزهقوا أرواح مؤمنين مصلين موحدين. نتكلم عن الرحمة، وقد رأينا عجبا عجابا من القسوة، بل وأعجب من ذلك أن نجد من يتقرب إلى الله بذلك. لو أن رجلا دخل الآن علينا من محراب هذا المسجد أو من باب المحراب وفي يده قارورة خمر، وأخذ يصب منها في كأس ويشرب أمام أعيننا ويقول: بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، لما تقبل أحد هذا الأمر ولا رآه عجبا عجابا. من ذا الذي يتقرب إلى الله بشرب كبيرة وشرب أمر حرمه الله عز وجل؟ كذلك من وقف بين المصلين في مسجد طوارئ عسير وفي غيره، والناس ما بين راكع وقائم وساجد وقارئ، ثم فجأة يصرخ في الركعة الثانية ليكبر الله على فعل ما حرم الله. ما الفرق بين هذا وهذا إن لم يكن هذا أعظم لأن
ذلك الفعل قد قال فيه الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نتكلم عن الرحمة ونحن نجد غلظة وفظاظة وقسوة بين بعض شبابنا وآبائهم وأمهاتهم، وكأن الواحد منهم يعيد لنا ذكرى تلك القصة التي قال فيها الرجل لأبيه، التي قال فيها الرجل عن ولده: غذوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما يجنى عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيني تهمل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما صرت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. نتكلم عن الرحمة ونحن نجد فرقة في قلوب بعض إخواننا بسبب اختلاف في مسائل وسعت من هم أعلم منا وأفقه من أئمة الإسلام وعلمائه العظام. اختلف الألباني وابن عثيمين وابن باز في قرابة 200 مسألة، إما أن يكون لكل واحد منهم قول، أو أن يكون لاثنين قول يخالف الثالث. وما سمعنا أن هؤلاء العلماء قسى بعضهم على بعض أو أهدروا الرحمة فيما بينهم والمودة وأوجبوا القطيعة والبغضاء والشحناء والعداوة، لكننا نجد من يشاحن ويدابر ويقاطع ويباغض لأن فلانا لم يوافقه على القول أو على ما قلد فيه فلان ابن فلان. ومتى كان المقلد فعله حجة على مقلد آخر؟ نتحدث عن الرحمة ونحن نرى سوءا ونسمع ظنونا حققها بعض من سرى بها الشيطان إلى عقول من حملها، فصار هذا يصنف إخوانه وينسبهم إلى أحزاب وطوائف وجماعات. من أين جاءنا هذا التصنيف؟ لأن فلانا استدل بكتاب لفلان، أو لأنه قابل فلان، أو ذكر منقبة أو شيئا محمودا أصاب فيه فلان، فأصبح بعض أولئك يصنف إخوانه وينسبهم إلى أحزاب وجماعات وطوائف ربما هي في بلادها لها شأنها، لكن أن يتسلط بعضنا على بعضنا داخل أرضنا وفي وطننا ليصنف بعضنا بعضا، فأين الرحمة؟ حينما نتكلم عن الرحمة يجب أن نسأل أنفسنا: أين الرحمة منا يوم أن يصافح بعضنا بعضا في حرارة اللقاء؟ وأين الرحمة يوم أن ترى العين والعين تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أم من أعاديها؟ أين الرحمة يوم أن يلقى الوجه الوجه وأنت تعرف طلاقة الوجه وبشاشة اللقاء والبشر في وجه من تقابله؟ أين الرحمة بين المعلم والمتعلم؟ وأين الرحمة بين المدير والموظف ورب العمل والعامل؟ أين الرحمة بين صاحب الدار والخادم؟ أين الرحمة بين الصغير والكبير؟ البعض لا يتحدث عن الرحمة إلا في حدود الكلام عن الرفق بالحيوان، أو لينفي تهمة مما يسمى بالإسلاموفوبيا، ومما شاع وذاع وانتشر في كثير من البلاد والأصقاع عبر الآلة الإعلامية الصهيونية التي أرادت أن تربط دين الإسلام بالقسوة والوحشية. نقول لأولئك قبل أن نتحدث في دفع هذا الأمر وبيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الأسرى ومع الناس في الحروب وفي كثير من المواضع، نتكلم أولا ونتساءل ونتناقش عن الرحمة فيما بيننا. أشداء على الكفار رحماء بينهم. أين الرحمة فيما بيننا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. معاشر المؤمنين، لو أردنا أن نطبق هذه الرحمة على واقعنا لاصطدمت هذه الرحمة بسلوكنا وتصرفاتنا. ربما أول ليلة نعيشها مع أهلنا في بيوتنا
فأين الرحمة من زوج يقطب جبينه في وجه زوجته ويكفهر في وجه أبنائه ولا يبتسم إلا في وجه أصدقائه ولا يعرف الكرم إلا لمن يرجو منهم شيئا أو يهابهم شيئا ولا يعرف إكرام المسلمين وحقوقهم عليه. ثم ندلف إلى موضوع الرحمة. العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش شريعة الغاب وقانون الذئاب، يسطو بعضهم على بعض ويأكل بعضهم بعضا، يتخبطون في ظلمات وجاهلية تسلطت أنفسهم على أنفسهم وبعضهم على بعضهم. جاء في الحديث عند الإمام مسلم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هذا الحديث يصور حال البشرية قبل مبعث نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، وما مقتهم الله وأبغضهم إلا لما شاع وذاع وانتشر من الظلم والبغي والعدوان والجهل. كان العرب إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، كانوا يئدون البنات، يحرمون ما أباح الله، يحرمون أشياء مما رزقهم الله افتراء على الله بغير حجة أو برهان. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء في البخاري: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 و100 من سورة الأنعام. أنت تعرف حال العرب يوم أن تقرأ قول الله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. أنت تعرف حال العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كلما قرأت قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. أنت تعرف حال العرب يوم أن تجد حالهم في تحريم أمور يسرها الله لهم فجعلوها محرمة عليهم، يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله، يحرمون بعض البهائم ويجعلون إنتاجها ونتاجها للطواغيت فلا يقربونه ولا يركبونه ولا يشربونه ولا يذوقونه. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. أما أهل الكتاب في ذلك الزمان فلم يكونوا أحسن حال، حرفوا كتابهم المنزل على رسولهم وافتروا على الله الكذب وأشركوا بالله وادعوا لله الولد. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. في ذلك الزمن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يحلون لهم ما حرم الله ويحرمون عليهم ما أحل الله. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. في ذلك الزمن كانوا يفعلون ألوان الفواحش والمنكرات، كانوا يظلمون ويطغون ويبغون ولا ينكر أحدهم على أحد، ولذلك حلت بهم اللعنات. وفيهم نزل قول الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كان المجوس يعبدون النار ويستحلون نكاح المحارم، فينكح الرجل منهم أخته وابنته ويقول إن من زرع شجرة هو أولى بثمرها من غيره. بالجملة لا غرابة أن تفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. بالجملة كان العالم في ظلام دامس وفي شرك وضلال حتى جاءهم الرسول الكريم بالرسالة الشاملة الهادية إلى الصراط المستقيم. بعد أن عم الشرك والجهل والضلال والظلم عم العالم كله، أصبحت البشرية في ظلمات تحتاج إلى نور
وفي موت تحتاج إلى حياة، فكانت النعمة والمنة والمنحة والفضل والعلو والكرامة والهبة والعطية والمنحة من الله في بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعل الله هذا الوحي الذي أوحي إلى نبيه نورا بعد أن كانت البشرية تتخبط في الظلمات. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. انظروا إلى هذه النعمة، إلى هذه المنة، إلى هذه العظمة، إلى هذه الكرامة، أن الله منح البشرية حياة ونورا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما أوحى إليه من هذا القرآن العظيم. إن الله عز وجل قال: ألف لام رأ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فهو صلى الله عليه وسلم قد بعث ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليخرج الناس كلهم، أسودهم وأبيضهم، أحمرهم وغيرهم، عربهم وعجمهم. دعوته صلى الله عليه وسلم ليست عنصرية لطائفة دون طائفة أو لأناس دون غيرهم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم، يعني جميعا كلكم لا يستثنى منكم أحد، ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. قفوا معنا، تدبروا، تفكروا، تذكروا تلك الليالي العصيبة والأيام القاسية واللحظات الأليمة التي كان يعيشها صلى الله عليه وسلم. من منا يطيق أن يقف خطيبا على منبر فيتحدث الناس إليه يشيرون إليه بأيديهم ويقولون: يا كذاب، يا كاهن، يا شاعر، يا مفتري، يا مدعي، أنت تفتري وتزعم أنك يوحى إليك من عند الله. من منا يطيق أن يقال له مثل ذلك؟ لقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقف يدعو الناس إلى كلمة حق لأجلها خلق الخلق، لا إله إلا الله محمد رسول الله، اتهموه وقالوا شاعر أو كاهن، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. من منا يطيق أن يقف مجلسا ربما ليس فيه إلا بضعة، إلا عدد يسير من الناس، فيكذب أمام الحاضرين؟ لقد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجوامع وفي المجامع وفي الأماكن، يغشى الناس يدعوهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ثم يقابلونه بمثل هذه الشتائم وألوان السباب. تخيل لو أنك كلما خرجت من بيتك وجدت ألوان الأذى والشوك والقذى، تجد كل ما يؤذيك قد نثر في طريقك. أليس هذا مما يؤذي ويحز في القلب ويؤلم النفس ويكدر الخاطر وينغص العيش؟ بلى، لقد أوذي صلى الله عليه وسلم بألوان من هذا وأكبر. بل لقد كان صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ثم يصلي، فإذا سجد جاءوا بخلاص الناقة وسل الجزور وألقوه على ظهره ثم يقهقهون ويتضاحكون عليه، وهو أعلاهم شرفا وأعلاهم درجة وأعلاهم منزلة وأكرمهم عند الله. وما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل أنه صلى الله عليه وسلم يرى أصحابه في الأصفاد والأغلال، هذا يدحرج الحجر على ظهره في الرمال الحارة في حر الظهيرة، وهذا يكوى بالحديد الذي أصبح جمرا على ظهره، وتلك تطعن في فرجها سمية ابنة خياط أو بنت خياط أم عمار بن ياسر لتكون أول شهيدة في الإسلام. أبو بكر رضي الله عنه لما أراد أن يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علوه ضربا وركلا حتى سال الدم، ولما أفاق كان أول ما سأل: ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألوان وفصول وسجالات من الأذى والعدوان. ثم بعد ذلك يأذن الله لرسوله عليه الصلاة والسلام أن يترك مكة وأن يهاجر إلى المدينة بعد أن تفننوا وتنوعت أساليب المكر من أجل الغدر والخيانة والقتل ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك. ما تركوا بابا ولا دارا ولا سبيلا إلا وتواطؤوا فيه وتمالأوا عليه.
لأذيته صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى مكة وتدوم السجالات بينه وبينهم صلى الله عليه وسلم، ويكون ما يكون في معركة أحد من البغي والعدوان عليه وعلى صحابته رضوان الله عليهم، ليقتل قرابة 70 من صحابته الشهداء، تبقر بطن عمه وتلاك كبده. أي أحد يستطيع أن ينسى ذلك؟ ثم يتألب الأحزاب حول المدينة، يريدون أن يبيدوا شافة الإسلام مرة واحدة، يريدون أن يقضوا على الإسلام جملة واحدة، إلى أن يأذن الله لنبيه بالفرج بعد أن صد عن العمرة وحيل بينه وبين بيت الله عز وجل في ذلك العام الذي قدم من المدينة إلى مكة. فلما مكنه الله منهم وقدم في جحفل خميس عرمرم يهز الأرض هزا، كتائب المهاجرين والأنصار على يمينه وشماله، والكتيبة الخضراء وكبار الصحابة والجيوش من بين يديه ومن خلفه، حتى دنا من مكة. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، اليوم ارفع واذبح، اليوم ارفع واذبح، اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم الثأر، اليوم يوم البغي، اليوم يوم العدوان، اليوم يوم تصفية الحسابات. فقال صلى الله عليه وسلم لمن قال له اليوم يوم الملحمة، قال: لا، اليوم يوم المرحمة. من الذي يطيق أن يقول هذه الكلمة بعد الذي جرى ومضى؟ من الذي يطيق أن يتكلم بكلمة الرحمة بعد كل تلك الفصول من ألوان الأذى؟ فلما دخل عليه الصلاة والسلام وقد طأطأ رأسه حتى إن لحيته الشريفة لتصيب مورك رحله في خضوع وذلة لله عز وجل وتواضع قائد ما شهدت البشرية موقفا كموقفه ومشهدا كمشهده وانتصارا كانتصاره. فلما دخل قال: أيها الناس، ما تظنون أني فاعل بكم؟ كلهم يتذكر الشوك في طريقه، كلهم يتذكر السياط على ظهور أصحابه، كلهم يتذكر الجلد والحجر والصخر في حر الهاجرة على صدر بلال وظهره وعلى كتف خباب وجنبه، كلهم يتذكر يوم يتضاحكون ويهزؤون ويكذبون ويسخرون ويغمزون ويهمزون ويلمزون. ما تظنون أني فاعل بكم؟ والذكريات تعود بشريط المآسي لا ينسى منها فصل ولا مشهد. فيقولون: يا محمد، خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. فيقول صلى الله عليه وسلم: قف عند هذه الكلمة. تخيل هذا المشهد جيدا، كلكم يحفظ هذه القصة، لكن السؤال: هل قال عليه الصلاة والسلام: من اعتنق الإسلام الآن فهو آمن؟ الذي يدخل في دين الإسلام الآن فهو آمن. هل قالها صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل قال عليه الصلاة والسلام: أعطونا من فعل ومن تواطأ ومن؟ لا. قال عليه الصلاة والسلام: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هذه أكبر حجة على الدواعش وأمثالهم وعلى من يستبيحون الدماء من التكفيريين الذين رضعوا لبان الفكر أو لبان الفكر التكفيري، وظنوا أن الناس يمتحنون طولا وعرضا شرقا وغربا، وأن المدى والخناجر على البطون والنحور. لو كان قتل الناس قربة لقال عليه الصلاة والسلام: من أسلم الآن أمن، ومن لم يسلم فيا أبا بكر وعمر انحروا رقبته الآن بالسيف والخنجر. لو أن ذبح الناس وقتل الناس في ذلك المشهد هو الأقرب إلى مرضاة الله لما تركه عليه الصلاة والسلام
ولا يجوز أن يقول أحد إن رسول الله عليه الصلاة والسلام فرط وترك وأعرض واختار أمرا لا يحبه الله، بل إن رسول الله يفعل ما يحب الله، وإن الله يحب أن يهتدي العباد. إذن من أين يجد أولئك الذين يتفننون في قتل أنفسهم وغيرهم بالتفجير والذبح والقتل والنحر في مشهد غريب ما جرى في تاريخ الإسلام؟ كنا نقرأ في البداية والنهاية لابن كثير ما كان يفعله المغول والتتار في بلاد الإسلام بعد خيانة العلقمي الرافضي ابن العلقمي، فنرى ذلك عجبا عجابا. أما أن نرى ذلك من أناس ينتسبون إلينا ومن بني جلدتنا، فأين الرحمة في دين الله يا عباد الله؟ أمر عجيب وغريب أيضا. بل واعجب كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ أحدا بجريرة أحد، والقرآن وحي محكم يقول فيه الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المؤمنين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة تجسدت في أبهى صورها مع العدو قبل الصديق. نحن اليوم أصبحنا نتمنى الرحمة من القريب دون البعيد ومن الصاحب قبل العدو، فإنا لله وإنا إليه راجعون. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث فيما حصل له يوم أن خرج من مكة إلى الطائف إلى بني عبد يليل بن عبد كلال يدعوهم إلى الإسلام، يقول ابن إسحاق: فأغروا به السفهاء فصفوا له الصبيان سماطين وأعطوا هؤلاء الصبيان حجارة يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى أدموا عقبه الشريف. ومن نزف لا شك أنه يصاب بضعف وأذى وربما لا يستطيع المواصلة، فيشكو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه ما حل به: اللهم أنت ربي ورب المستضعفين، من قبلي إلى من تكلني؟ إلى صديق ملكته أمري أم إلى عدو يتجهمني؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أشكو إليك قلة حيلتي وضعفي وهواني على الناس. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. وفي ذلك المشهد يأتي جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال فيقول: يا محمد إن الله رأى صنيع قومك بك وما فعل أولئك، وقد أرسل معي ملك الجبال يقول: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فيقول صلى الله عليه وسلم: ماذا يقول؟ كلكم يعرف القصة، لكن تفكر في تفاصيل العبرة. هل قال عليه الصلاة والسلام: الآن يا جبريل أريد أن أرى دماءهم تسيل بين الصخور، الآن يا جبريل أريد أن أرى أشلاءهم في الأودية، الآن يا جبريل أريد أن أرى نحورهم قد قطعت؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: لا، إني لأرجو الله، إني لأدعو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. أليست هذه رحمة؟ إنها رحمة متعلقة بالعبادة، رحمة ترتبط بالعبودية لله عز وجل. فأنت حينما ترحم أحدا إنما تتقرب إلى الله بهذه الرحمة عبادة منك وعونا له على عبادة الله وطاعته ومرضاته. أين أولئك الدواعش والتكفيريين وأهل التفجير الذين قتلوا أنفسهم وقتلوا غيرهم ظلما وبغيا وعدوانا؟ هل كان صلى الله عليه وسلم مفرطا يوم أن لم يقل؟ هل كان عليه الصلاة والسلام مفرطا يوم قال: إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يدعو الله من يعبد الله لا يشرك به شيئا؟
هل كان الأولى، هل كان الأفضل، هل كان الأمثل والأكمل أن يقول عليه الصلاة والسلام الآن يا جبريل قطعوهم وانحروهم فجروهم دمروهم اقتلوهم؟ يعني هل كان رسول الله عليه الصلاة والسلام فعل شيئا خلاف ما يحبه الله؟ إني لأسأل وأرجو من كل سامع أن يبث هذا السؤال: أين يضع من فجر وغدر وبغى وفتك وبطش وانتحر بل وكبر على ذلك الفعل؟ أين يضع فعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، من دخل بيته فهو آمن، ولم يقتل أحدا من أولئك؟ أين يضع هذا التفجير والقتل والتدمير من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ إن صفة الرحمة صارت علما ورمزا وسمة ومنارة وشمسا ساطعة لامعة على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. المتأمل في سيرته عليه الصلاة والسلام يجد هذه الرحمة بارزة في جميع مواقفه وتعامله مع الناس جميعا. لم تكن هذه الرحمة لحظة عابرة أو تصنعا في وقت معين أو في مناسبة تقتضي ذلك فقط، وإنما كانت الرحمة سجية وطبيعة، ليس التكحل في العينين كالكحل. لم تكن أمرا يتكلفه النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي خلق أصيل في شخصيته عليه الصلاة والسلام، يعرف ذلك ويشهد به حتى الأعداء، والحق ما شهدت به الأعداء. يقول المستشرق الألماني بريتلي سانت هيلر: إن في شخصية محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، إن في شخصية محمد صفتين هما من أجل الصفات التي تحملها النفس البشرية: العدل والرحمة. هذا المستشرق الذي يتمنى أن يجد شيئا ليجعله مثلبا أو مدخلا أو مطعنا ليشكك في نبوته عليه الصلاة والسلام أو في الوحي أو في السيرة، ومع ذلك لا يملك أولئك إلا أن يسلموا للشمس، أن يسلموا بطلوع النهار إذا أشرقت الشمس. الزعيم الهندي الراحل مهاتما غاندي يقول وهو يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم: هم يرون النار بدلا من النور والقبح بدلا من الجمال، يحرفون كل صفة جميلة يقدمونها رذيلة كبيرة، هذا يوضح فسادهم وفجورهم، أصاب الناقدين العمى، لم يروا أن السيف الوحيد الذي شهره محمد كان سيف الرحمة والشفقة والصداقة، هو السيف الذي يقهر الأعداء وينقي قلوبهم في الوقت نفسه. إن هذا السيف يعني سيف الرحمة أحد من السيف المصنوع من الصلب. والسؤال: هل أسلم غاندي؟ هل اعتنق غاندي الإسلام؟ وهل اعتنق الإسلام سانت هيلر من قبل؟ الجواب لا. ليه؟ حتى تعرف أن الهداية ليست بالعقول. لو أن الهداية بالعقول لكان غاندي من علماء الإسلام العظام، إنما الهداية نعمة من الله عز وجل. لو كانت الهداية بالعقل لكان الأطباء ولكان المهندسون ولكان الفيزيائيون والكيميائيون من أكبر وأعظم علماء الإسلام، لكن الهداية نعمة من الله عز وجل ليست بالعقل وحده. ولذلك كلنا يقول: الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أولئك الذين هدى الله، من يهدي الله فهو المهتدي. اللهم اهدنا فيمن هديت. ما أحد يقول إن عقله وفصاحته وبلاغته وبيانه هي التي قادته إلى الإسلام، إنما الهداية منة ونعمة وفضل من الله عز وجل. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما
يوحي إلي ربي. لو كانت الهداية بالفصاحة والبلاغة لكان نصيف اليازجي في مجمع البحرين من فقهاء الإسلام وعلمائه العظام. لو كانت الهداية بالاختراعات والاكتشافات لكان قادة التقنية وثورة المعلومات وانفجار المعلومات في زمن الصناعة من أئمة الإسلام. لكن هذه العقول مع أنهم حلقوا بما اكتشفوا باستعمالها في قوانين السماء فطاروا في الأجواء وفي قوانين البحر فغاصوا في الظلمات، إلا أنهم لم يهتدوا. دل ذلك على أن الهداية نعمة من الله، فأكثر لنفسك بالدعاء أو من الدعاء بالهداية، وأكثر لأولادك من الدعاء بالهداية، واسأل الله الثبات على أمر الهداية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتصنع هذه الرحمة، وإنما كانت كما قلت سجية لا تفارقه حتى في المعارك والحروب. حينما يستعرض في عالم الحرب موازنات في مكافأة أو في تكافؤ القوى، وحينما نتابع التقارير والنشرات الإخبارية التي تنقل وقائع الحروب التي نسمعها ونراها في أنحاء العالم، نجد الغرائب والعجائب وألوانا من البغي والعدوان على الأبرياء، من قتل المدنيين والشيوخ والعجائز والأطفال وهتك لأعراض النساء. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي وصيته لأصحابه وقادة جيوشه يأمر أمرا صريحا واضحا جليا بعدم قتل الشيوخ والنساء والأطفال خلال القتال والغزوات. كانت أوامره واضحة جلية، وكان نهيه بيانا واضحا ينهى عن قتل الشيوخ والأطفال والصغار والنساء، بل والرهبان في صوامعهم والمرضى والجرحى ومن لا يشارك في الحرب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة. هذا يدل على أنه قد يقع في الحرب شيء غير متعمد، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن رباح بن ربيع رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلا فقال: انظر على ما اجتمع هؤلاء. فجاء فقال الرجل: اجتمعوا على امرأة قتيل. قتيل فعيل بمعنى مفعول، قتيل بمعنى مقتولة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كانت هذه لتقاتل. وقال: وعلى المقدمة آنذاك خالد بن الوليد، فبعث رجلا فقال: قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا. رواه أبو داود وصححه الألباني. ما دخل العمال الأجراء والعسيف، ما دخل المرأة والطفل في شأن الحروب حتى يعتدى عليهم؟ هذه رحمة ترجمتها شمائله صلى الله عليه وسلم وسيرته حتى في حربه مع أعدائه. ثم إذا انتقلنا إلى عنايته بأمر الرحمة فيما يشرع لأمته صلى الله عليه وسلم، وهو ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. لم تكن صلى الله عليه وسلم رحمته قاصرة فقط على ما ذكرنا، بل كان حريصا على أمر الرحمة في باب العبادة والقربى والزلفى إلى الله عز وجل. كان حريصا على أن يرحم أمته وأن يجنبهم المشقة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. رواه البخاري ومسلم. ما الذي منعه عليه الصلاة والسلام أن يقول حق أو فرض أو واجب على كل من أراد الصلاة أن يستاك؟ لا يريد المشقة لنا عليه الصلاة والسلام. وفي الوضوء قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء. رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني. وفي الحج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. فأعاد الرجل ثانية: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. فأعاد الرجل ثالثة: أكل عام يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. وفي حديث آخر: الحج مرة وما زاد فهو تطوع. كان صلى الله عليه وسلم يترك بعض الأعمال الفاضلة رحمة بأمته، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الوقت الأفضل لصلاة العشاء هو تأخيرها إلى آخر وقتها، لكن لأن من الناس من ينام مبكرا أو يشق عليه أن يتأخر لانتظار الصلاة، لذا فإنه صلى الله عليه وسلم كان يبكر في أدائها أول وقتها مراعاة لعدم المشقة عليهم، ولو ترك هذا العمل الفاضل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى بالناس فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. رواه الترمذي. يدل هذا على ماذا؟ يدل على رحمته بأمته حتى في تشريع العبادة التي هي من أجل ما ينفع أولئك. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته فيما يتعلق بالتشريع أنه إذا فعل أمرا وتابعوه عليه فخشي أن لا يستطيعون المداومة عليه أو المحافظة عليه، خاف أن يفرض عليهم فربما انقطع أو تخلف عنهم حتى لا يكون أمر المداومة بابا إلى فرضه عليهم ثم لا يستطيعون، كما كان في صلاة التطوع بالليل. وفي رمضان يزداد عليه الصلاة والسلام اجتهادا في الصلاة، ومع ذلك صلى وحده وصلى في المسجد وصلى معه الصحابة. وتكرر الأمر لما صلى الصحابة بصلاته خشي إن داوم على ذلك والصحابة خلفه أن يفرض عليهم، فصار يصلي في بيته، إلى أن جمع الناس عمر رضي الله عنه على الأئمة من الصحابة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع الكثير فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج عليه الصلاة والسلام فصلى الناس بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، يعني ضاق المسجد بالناس، حتى خرج صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح. فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. رواه الترمذي. في الجهاد قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، لكني لا أجد سعة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم فيتخلفون بعدي. رواه الشيخان. وذكر غير واحد من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل بيده إلا أبي بن خلف قتله يوم أحد. قال شيخ الإسلام: والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس في هذه الشجاعة التي هي المقصودة في أئمة الحرب، ولم يقتل بيده إلا أبي بن خلف قتله يوم أحد، ولم يقتل بيده أحدا لا قبلها ولا بعدها، من أجل ذلك العذاب المضاعف لذلك الشقي أبي بن خلف
فقد قدر عليه أن يقتل بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من أشد الناس عداوة لرسول الله ولدينه. ولاحظ أنه كان في معركة وكان في مواجهة، وقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: اشتد غضب الله على من قتله نبي، واشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يراعي في أمور التشريع كما في السواك وفي الوضوء وفي قيام الليل وفي أمر الجهاد، يراعي حال أمته ويحرص أن لا يكون من عمله ما يكون سببا لفرض ما يشق عليهم فرضه إن هو داومه. أيضا من مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم، نحن في زمن لا يلتفت فيه إلى الضعيف، لا يلتفت فيه إلى العاجز. الناس لا تلتفت إلا لمن يهز الأرض بماله بجاهه بسلطانه بمكانه بمنصبه بقوته بكذا وكذا وكذا، إلا من رحم الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعز الناس وأعلى الناس قدرا وأشرفهم منزلة ضرب لنا أروع الأمثلة في ذلك. ولذلك أمر عليه الصلاة والسلام بالرحمة بالكبار وبالعجزة والضعفاء والزمنة الشيوخ الذين ربما عجز بعضهم عن أدنى حاجته لنفسه أو ما يقوت به نفسه. ففي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام فيما رواه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، رواه الترمذي. النبي عليه الصلاة والسلام حتى في أمر الصلاة التي هي من أجل العبادات والقربات عاتب معاذ بن جبل، عاتب الصحابي الجليل معاذ على إطالته الصلاة رأفة بالمصلين رحمة بالمأمومين، وقال: أفتان أنت يا معاذ، أو قال: أفاتن أنت، أتفتان أنت، أفتان أنت 3 مرات، لولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة، رواه البخاري ومسلم. أنت تلاحظ هذه الرحمة لم تتخلف عنه صلى الله عليه وسلم، سواء في سلوكه أو في معاملاته أو في مراعاته للتشريع الذي يلزم أمته، وفعله عليه الصلاة والسلام حجة على أمته تشريعا في أمره ونهيه وسنته والاقتداء به من رحمته صلى الله عليه وسلم. ذلك الموقف الذي جاء فيه الذي جاء فيه أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عندما أسلم أبو قحافة كان شيخا طاعنا في السن، أتى به أبو بكر بعد فتح مكة ليبايع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآه عليه الصلاة والسلام قال نبينا لأبي بكر: اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وارض اللهم عن أبي بكر. قال النبي لأبي بكر: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه؟ قال أبو بكر: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت. فأجلسه صلى الله عليه وسلم بين يديه ثم مسح صدره وقال له: أسلم، فأسلم، رواه الإمام أحمد. انظر إلى رحمته صلى الله عليه وسلم بالنساء، أوصى بهن خيرا وقال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وقال: استوصوا بالنساء خيرا، رواه البخاري ومسلم. في زمن انفلت فيه الأمر بين طرفي نقيض فلا تك فيها مفرطا أو مفرطا، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، فأقوام يحرمون المرأة الميراث في العقار ويقولون النساء لا يرثن إلا في المال والنقد، أما الأراضي والعقار فالمرأة لا ترث. وأنا لا أدري من أين جاء هذا التشريع الاستدراكي الذي جاء بعد اكتمال الدين وتمام النعمة وانقطاع الوحي في أقوام بعضهم ربما ليسوا ببعيدين من بلادنا أو في بعض أطرافها. البعض يقول المرأة لا ترث في العقار حتى لا تدخل أبناء الأجانب، يعني أبناء الآخرين أبناء أزواجهم، أو أن لا تدخل زوجها وأسرته في هذا الميراث. الله عز وجل شرع الميراث وقسمه من فوق 7 سماوات: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس، إلى آخر آيات المواريث.
فيأتي بعضهم يقول لا، المرأة لا ترث إلا في الكاش، أما في العقار ما ترث. من أين جئت بهذا الكلام؟ أرحم الراحمين رب العالمين عز وجل هو الذي شرع لها الميراث. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. المرأة لها ميراث. من هذا الذي يسقط حقها؟ البعض لا يورثها جملة والبعض لا يورثها إلا في المال، أما العقار فلا. وفي بعض البلدان لا يلتفت إلى المرأة بشأن، ولا يرفع لها رأس، ولا يشرح بها صدر، ولا يرد لها رأي ولا أمر. هذا في منتهى الإهانة والإذلال للمرأة. وفي المقابل أقوام أرادوا أن يجعلوا المرأة مكلفة فوق ما تطيق، والله عز وجل يقول وليس الذكر كالأنثى. إني أحرج حق الضعيفين. سمى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة مخلوقا ضعيفة، قال إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، المرأة. إلا أن أولئك قالوا لا، المرأة يجب أن تنافس ويجب أن تتحدى الرجل ويجب. فبدلا من أن تكون محشومة مكرمة مصانة محمية محفوظة بالمحرم في سفرها، محفوظة في خدرها وفي مكانها، تحترم خصوصيتها في تعليمها وفي عملها، جاء أولئك الذين يريدون أن يزحموا كتفها بكتف الرجال، وأن يضغطوها بالاختلاط مع الناس، وأن يحملوها ما لا تحتمل ولا تطيق. وأولئك الذين ينادون بما يسمى حقوق المرأة كأنهم يقولون إن الله ظلمها وجئنا لننصفها، إن رسول الله ظلمها وجئنا لننصفها. إن التشريع القرآني والخطاب النبوي لم يكن عادلا في شأن المرأة، بل كان ظالما قاسيا وجئنا لنعدل. الله عز وجل يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هل أنتم أعلم من الله بالمرأة؟ والله الذي خلق المرأة هو الذي أنزل القرآن، وهو الذي شرع ما يجوز وما لا يجوز للمرأة. يوم أن قال الله ولا يضربن بأرجلهن ليبدين ما يخفين من زينتهن، يوم أن قال الله وليدنين عليهن من جلابيبهن، يوم أن قال الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يوم أن قال الله فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يوم أن قال الله إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يوم أن قال الله وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. كل هذه الآيات هل كانت من الله ظلما فجاءوا لينصفوا المرأة من ظلم الله بعدلهم؟ وهل كانت من الله قسوة فهل جاءوا لينصفوا المرأة من قسوة الله برحمتهم؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قراءة النص الليبرالي والعلماني في شأن المرأة من زاوية أخرى هي اعتراض على التشريع. البعض يظن أن المسألة هي قراءة شهوة، رغبة في الاختلاط بالمرأة، رغبة في الوصول إلى المرأة. نعم، عند بعضهم هي حالة نزوة شيطانية شهوانية، لكن صناديد الليبرالية ليس الأمر عندهم باب شهوة فقط، لأن عندهم من الشواطئ المفتوحة ما يكفي لشهواتهم إلى قيام الساعة، وعندهم من البارات والحانات ودور العهر والخنا والزنا والدعارة ما يفنيهم ويفني أجيالهم في الدعارة. لكن عندهم اعتراض على شرع الله، كأنهم يقولون هذا شرع ناقص والكمال عندنا، هذا شرع ظالم والعدل عندنا، هذا شرع قاس والرحمة عندنا. لأجل ذلك نجد أن الرحمة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال ومع كل الأطياف تدل على الإكرام والتقدير والإجلال والاحترام. انظر إلى رحمته صلى الله عليه وسلم بالصغار، جعل لهم مكانة ورقة وعطفا. في الحديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض، مات، فأتنا. فأرسل صلى الله عليه وسلم يقرئ السلام ويقول
إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت ابنته إليه مرة ثانية تقسم عليه بالله ليأتينها. ما قال عليه الصلاة والسلام ومن أنت حتى تقسمي بالله علي؟ تقسم ابنته عليه حتى يأتي فيستجيب ويبر بقسمها صلى الله عليه وسلم ويأتي. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، يعني روحه تحشرج، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ سعد بن عبادة استنكر دموع النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، رواه البخاري ومسلم. انظر إلى هذه الرحمة وهذه المشاعر الحقيقية التي بلغت حد الدمع، الذي يخرج من المآقي والذي يترجم غاية التأثر، ولكنه صلى الله عليه وسلم شرع لنا وعلمنا وأدبنا ووجهنا ألا نطلق العنان في تلك اللحظات حتى تبلغ بنا حالة التفاعل مع المشهد إلى حد يبلغ السخط والجزع والدعاء بالويل والثبور أو لطم الخدود أو شق الجيوب أو السخط على قدر الله عز وجل، بل يقول ما يرضي الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام يوم أن فاضت دمعه أو فاضت عينه يوم أن قبض ولده إبراهيم فقال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله. لم تكن صلى الله عليه وسلم رحمته بالصغار قاصرة فقط في حال المصيبة، بل أيضا في أحوال أخرى، كما جاء عن أسامة رضي الله عنه، أسامة بن زيد قال كان صلى الله عليه وسلم كان يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمهما ويقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما، رواه البخاري. من الذي يفعل ذلك وهو الذي يدبر أمر الأمة ويحرك جيوشها ويعقد ألويتها ويقسم فيئها ويقضي في خصومتها ويجلس للصحابة ويعلم ويرشد عليه الصلاة والسلام، فيجد من واسع هذا العمل الجليل موقعا ومكانا لهؤلاء الصبية. في الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، قال وأما أنا فمسح خدي، قال فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار، رواه الإمام مسلم. نتوقف للأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ولا نزال في ذكر فصول من روائع ما سطرته لنا السيرة النبوية على نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام في شأن رحمته صلى الله عليه وسلم وما جبله الله عليه من هذه الرحمة في أمره وشأنه وعنايته بأمته عليه الصلاة والسلام. كذلك من صور رحمته ولينه ورفقه عليه الصلاة والسلام بالصغار تلك الحادثة التي تخبرنا عن جفاء بعض الأعراب آنذاك وعدم رقة الطباع في شأن تعاملهم مع الصغار. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الحسن بن علي رضي الله عنده وعنده الأقرع ابن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم، رواه البخاري ومسلم. تأمل ربط كلمة الرحمة في فعل القبلة. الأقرع بن حابس استنكر
قبلة النبي صلى الله عليه وسلم سيد شباب أهل الجنة الحسن بن علي، وكذلك الحسين رضي الله عنهما جميعا، هما سيدا شباب أهل الجنة. فالأقرع لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن عجب من ذلك، قال: تقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 ما قبلت واحدا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. لاحظ ربط الرحمة في شأن الرفق واللين والقرب والدنو وهذه القبلة على هذا الطفل. بالفعل يا أحبابي، إننا يجب أن نربي بالرحمة، وأن نتألف قلوب الأولاد بالرحمة، وأن نسكن أنفسهم إذا شاطت بالرحمة، وأن نعلمهم بالرحمة، وأن نؤدبهم وأن نوجههم بالرحمة. فإنك إن خاطبت أحدا بعين تنظر إليه بها شزرا، وبلسان حاد سليط، وبيد تهزها، وبأنامل تشير بها إليه، فإنك تكسر ما في نفسه مما يمكن أن يكون بقية قبول لنصحك وقولك. ولكن إن أنت أدنوته ورفقت به وتلطفت به ومعه، فإنك حينئذ تتجاوز سدودا وصدودا وحواجز ربما كانت تمنع وصول كلماتك في التأثير إليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، والراحمون يرحمهم الرحمن، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه الترمذي وصححه الألباني. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. رواه البخاري. هنا تمتحن الرحمة، يوم أن يكون بإمكانك أن توسع في ملذاتك طولا وعرضا، وأنت ترى من يتضور جوعا وسغب ومسغبا. هنا تمتحن رحمتك. ليست الرحمة مجرد كلمات أو مجرد فقط عبارات أو ابتسامات أو مجاملات، بل أيضا الرحمة تمتحن في البذل والعطاء والأداء والرفد والرفق والإحسان والبذل وكف الأذى وبذل الندى. حينئذ تظهر هذه الرحمة على حقيقتها، ويتبين من يفعلها ديانة ومن يدعيها تصنعا. إذا سالت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة 3، وذكر منهم: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. رواه مسلم. بل إنك لتعجب من بعض المواقف لتعلم أن الرحمة حتى في باب التعليم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قام في الصلاة يقول: فقمنا معه، فقال أعرابي في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد تحجرت واسعا، اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم أحد أبد معنا أبدا، لقد تحجرت واسعا. وبعد الصلاة انظر إلى هذا الأمر الآخر: اتجه الأعرابي إلى زاوية المسجد فأخذ يبول فيها، يبول داخل المسجد، فاستنكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وبادروه وانتهروه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دعوه حتى يكمل حاجته. ثم دعاه وسلم برفق وعلمه. فقال الأعرابي: فقام إلي بأبي وأمي فلم يؤنب ولم يسب. فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الأعرابي: إن هذه المساجد إنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولا يبال فيها. ثم أمر بسجل من ماء فأفرغ على بوله. رواه ابن ماجه. الشاب الذي جاء قال: يا رسول الله إذن لي بالزنا، إذن لي بالزنا. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم. والله انظر إلى هذا الأمر، يعني قد يقول قائل: أنت ما تعلم؟ ألست في زمن النبوة؟ أليس جبريل يتنزل بالوحي؟ ألا تعرف مقام رسول الله؟ ألا تعرف أن الزنا فاحشة ومقتا؟ ألا تعرف أن شأن الزنا عظيم؟ أليس من أكبر الكبائر؟ أليس من الموبقات؟ أليس من المهلكات؟ دعاه صلى الله عليه وسلم ثم أدناه، قال: يا بني
أترضاه لأمك؟ قال لا يا رسول الله. قال فإن الناس لا يرضون لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال لا يا رسول الله. أحد يرضى أن يقال له ابن الزانية ولا أمه الزانية؟ أحد يرضى أن يقال أخته الزانية أو هذا أخو الزانية؟ أبدا ما يرضى. فقال صلى الله عليه وسلم فإن الناس لا يرضونه لأخواتهم. يا أحبابي، اليوم لو أخذنا نطبق أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في طريقتنا وفي أسلوبنا في الأمر والنهي، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نحن أولا نسلم بلا جدال أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أسباب الأمن، ومن أعظم أسباب القوة، ومن أعظم أسباب حفظ المجتمع. فلا باب ولا طريق لأحد أن يطعن في هذه الشعيرة. لكن لا يعني ذلك أن بعض المحتسبين لا يحسن الاحتساب، لا يعني ذلك أن بعض المحتسبين لا يفقه حتى فقه الاحتساب. بعض، كما نقول أن بعض رجال الأمن لا يعرف كيف يقوم بالمهمة الأمنية، كما نقول أن بعض الأطباء لم يحترم أخلاقيات الطب، كما نقول أن بعض القضاة قد وقع فيما لا ينبغي للقاضي أن يفعله. فحينما أنت تعطي استدراكا على أحد فإن ذلك ليس طعنا في القضاء حتى يلغى العدل، أو في الطب حتى تغلق المستشفيات، أو في الأمن حتى نعطل دور رجال الأمن، وكذلك في أمر الاحتساب. وأذكر ذات مرة أننا كنا في دورة شرعية لبعض إخواننا في رجال حسبة، فقلت يا أخوان تخيلوا لو أن رجلا أخبرنا وقال يوجد مكان تفعل فيه المعاصي والفواحش، وسجلنا البلاغ وانطلقنا بالسيارة من أجل أن نباشر هذا الأمر. إذا وقع في قلوبنا أننا نقول اللهم اجعلنا نقبض عليهم وهم متلبسين بالجرم المشهود، فإننا نقول اللهم كثر من يعصيك. لا فرق بين هذا وهذا. ليش؟ بل ينبغي أن تتمنى أن هذا ليس بصحيح. إذا بلغت بمنكر، نعم أنت ستأخذ بما يجب عليك أن تفعله، لكن تقول أسأل الله ألا يكون صحيحا. في أحد يقول أتمنى أن أجد الزاني فوق الزانية، ولا أتمنى أن يكون بلاغا كاذبا؟ فإن وقع في قلبك أنك تتمنى، أنت يجب عليك أن تبادر، إذا كنت ممن أسند إليه مهمة الحسبة، أن تبادر بمباشرة ما ينبغي عليك فعله للقيام بما يجب تجاه هذا الخبر وهذا البلاغ الذي بلغك. ولكن لا إن وقع في قلبك أنك تتمنى أن ترى الفاعل والمفعول بعضهم على بعض، فكأنك تتمنى أن الله يعصى من حيث لا تدري. وإن قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يكون هذا البلاغ كاذبا، يعني تتمنى أن لا ترى شيئا وأن يكون الأمر غير صحيح، حينئذ أنت بادرت بالغيرة في أمر الإنكار، ولم يقع في قلبك حب التشفي أو الانتصار أبدا. هذا معنى دقيق، والذي لا يفهم قد يظن أنه فيه اتهام لمن يباشر العمل. لا، ليس فيه اتهام، لكن نقول من باشر العمل مع واجبه وما له من الأجر في مباشرته لا ينبغي أن يقع في قلبه الأمنية أن يجد الناس على بعضهم عراة مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته امرأة قالت يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فأعرض عنها، ثم جاءت من جهة أخرى قبالة وجهه فأعرض عنها، ثم جاءت مرة أخرى فأعرض عنها، قالت يا رسول الله إني حبلى من الزنا، يعني أنت تشكك أنني قد فعلت هذه الفاحشة؟ أنا أقول لك يا رسول الله إنها قد زنت، يعني وقد تحرك الجنين في أحشائها من الزنا. أرادت أن تغلق الطريق على رسول الله حتى لا يجد مخرجا لها من إقامة الحد عليها. فلما أرادت أن تغلق الباب أمامه فتح لها بابا أعظم وقال اذهبي حتى تضعي هذا الجنين. وهل قال عليه الصلاة والسلام يا أبو بكر يا عمر، يا أبا بكر ويا عمر أنتم كفي الحضور تحضرون هذه المرأة بعد الشهر التاسع إذا ولدت نقيم عليها الحد؟ أبدا، قال اذهبي. فلما انقضى حملها وعدتها وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها الجنين قد لفته في خرقة، قالت يا رسول الله أنا التي أتيتك حبلى من الزنا لتقيم علي الحد ولتطهرني، فقلت اذهبي حتى تضعي جنينك، فها أنا وضعته فأقم علي حد الله وطهرني. قال اذهبي حتى تفطميه.
لو كان صلى الله عليه وسلم يتشفى أو يتفرح على المسلمين قال خذوا هذا الطفل يربى عند أحد المسلمين، يلا تعالوا الآن. رحمته بهذا الطفل الذي ولد من زنا ألا يسقط حقه فيه. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، حتى لا يسقط حقه. ولم يقل بعد أن قال اذهبي حتى تفطميه، لم يقل يا أبا بكر يا عمر يا عثمان يا علي رضي الله عنهم أنتم كفي الحضور حضروها لنا لا تهرب، امنعوها من السفر لا تخرج، ردوها إلينا حتى نقيم عليها الحد. إذن يدل على أن دين الإسلام لا يتشوف إلى فضح الأسرار ولا إلى هتك الأستار. للأسف اليوم واقعنا يدل على خزي وعار في تصرف بعض الناس. ما إن يرى زلة من مسلم فورا يطلع جواله ويبدأ سناب شات، صور وانشر، صور وانشر. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هل تريد أن تكون الذين يحبون تشيع الفاحشة؟ وما الداعي إلى نشر هذه الأمور التي لا داعي لها؟ وما الحاجة؟ بل استمر البعض هذا الأمر حتى نقلوا ذنوبهم من ديوان السر إلى العلانية، ومن ديوان العلانية إلى المجاهرة، ومن ديوان المجاهرة إلى المفاخرة. يتفاخرون بما يفعلون في هذه الوسائط أو الوسائل، وناهيك عما يأتي بعدها من المصائب والقيل والقال. ثم أين الرحمة بالمسلمين؟ ألا يوجد من يرحم أخاه المسلم؟ يتخيل لو أن إنسان خرج من البيت ووجد جار السكران يترنح في الشارع، يقول والله ذي فرصة خلى أصورها الحين وأرسل الجروب، أقول هذا أبو فلان الآن قاعد يسجل سناب، أبو فلان الآن يترنح الصنف مضروب، قاعد يضرب هنا ويخبط هنا ويسقط هنا، يتشمت به. لا تهزأ بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. يمكن صاحب هذه الكلمات اللي يصور يأتي يوم يصوره في حالة أذل وأخنع وأخزى من هذه الحالة وهو يصور، وربما كان ذلك الذي يصور ممن يمن عليه الله بالتوبة والهداية والاستقامة. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن ما الداعي إلى أن أمر الرحمة فيما بين الناس يزول حتى يحل محله التشفي وحب الفضيحة وهتك الأستار وفضح الأسرار وإشاعة القيل والقال، مما كرهه الله عز وجل. إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. النبي صلى الله عليه وسلم صور رحمته في تشريعه وفي معاملته وفي مواقفه وحتى مع أعدائه وحتى مع من آذوه ومن آذوا صحابته. لا يستطيع أحد من البشرية أن يبلغ هذا الأمر، لكن لنتعلم نحن من هذه الرحمة الواسعة ودروسها الماتعة، نتعلم كيف نرحم الطلاب في المدارس في التعليم، كيف نرحم الزوجة في المعاملة في البيت، كيف نرحم الأجراء في العمل والخدمة، كيف نرحم الصغير والكبير، كيف نرحم ابن السبيل والمنقطع والصغير والمرأة واليتيم والمسكين إلى غير ذلك. فإننا إذا تراحمنا رحمنا الله، وإذا رحمنا الله أعزنا وحفظنا وأكرمنا وأطعمنا وسقانا وكفانا وهدانا وآوانا. أما إذا ضيعنا الرحمة وتباغضنا وتقاطعنا وتدابرنا وتشاتمنا وأخذ بعضنا يغمز ويلمز ويهمز ويضحك من بعض، فحينئذ تحل الجفوة والقسوة والغلظة والفظاظة والعداوة. أصبحت الابتسامة أمرا منكرا، صار السلام يعلن ويلقى تحية علانية، فلا تسمع رد السلام كما ألقيته. أين الرحمة؟ تبتسم فلا تجد رد الابتسامة. أين الرحمة؟ تبدأ بالقول الطيب اللطيف فلا تجد ردا مثل ذلك. أين الرحمة؟ كم عدد الذين يأتون إلى بيت الله الحرام؟ والله لو أن كل مسلم حج هذا البيت رأى منا ابتسامة وسلاما وتحية ولطفا وإكراما، لتحدث العالم بعدد من حج إلى البيت من أنحاء الأرض أن هذه بلاد المحبة، أن هذه بلاد المودة، أن هذه بلاد الأخوة، أن هذه بلاد الابتسامة، أن هذه بلاد الرحمة، أن هذه بلاد الرفق، أن هذه بلاد اللين، أن هذه بلاد التكافل والتعاطف والتعاون. لكن بات الخلق الحسن
شيئا نادرا عند بعض الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أنه كما قال الأول: أبني إن البر شيء هين وجه طليق وكلام لين. أبني إن البر شيء هين وجه طليق وكلام لين. ما الذي نخسره حينما نرسل هذه الرسالة للعالمين كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل في نبيه عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك أن تحفظ هذه البلاد من كل شر وسوء ومكروه يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا المرابطين على حدودنا، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك اللهم أن يغتالوا من تحتهم يا رب العالمين. اللهم احفظ وأيد وسدد عبدك الفقير إلى رحمتك وعونك ونصرك سلمان بن عبد العزيز. اللهم احفظ إمامنا بحفظك واكلأه بعنايتك وأيده بتأييدك. اللهم زده قوة وأعنه على جمع شمل المسلمين يا رب العالمين. اللهم سلط على الصفويين وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إننا رأينا فيهم الصغار يوم أن انطلقت عاصفة الحزم، فصارت إيران والصفوية أصغر وأحقر وأدحر من الشيطان يوم عرفة. اللهم زدهم اندحارا واكفناهم بما شئت إنك أنت السميع العليم. اللهم ما تسلطوا به على أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها اللهم فرده إلى نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرا لهم، واجعل العاقبة للمسلمين عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بلاد الشام وفي فلسطين وفي سائر البقاع، وأصلح شأن المسلمين، وانصر وأنقذ وأغث أهل السنة في العراق يا رب العالمين. أصلح شأن المسلمين في مصر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آوي الشريد والطريد واجبر الكسير وفك الأسير. اللهم ارحم الموتى وتقبل الشهداء واشف المرضى وتكفل باليتامى والأيام والثكالى يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.